محفوظ، هل تفاقمت الأحداث نتيجة إحساس بالظلم أم أنه نتيجة هذه العقوبات؟ أمور كثيرة سنناقشها في حلقة اليوم بعد هذا الفاصل. ليتها ما لعبت هذه المباراة، والتي منذ لحظة انتهائها وبورسعيد لم تعرف للراحة طريق. وبالأمس أعلن اتحاد كرة القدم العقوبة على النادي المصري، والتي رفضها مشجعي النادي وخرجوا في مسيرات من بعد صلاة الجمعة حتى فجر اليوم السبت. وحدثت الاشتباكات أمام مبنى هيئة قناة السويس ما بين المتظاهرين وقوات الجيش التي تحرس المكان، ليتفرق الجميع بسقوط قتيل. مشاهدينا، بنرحب بضيوفنا الكرام اللي مشرفينا من بورسعيد. اهلا بيك معنا كابتن عباس نور الدين، مدير قطاع الناشئين بالنادي المصري. اهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك، وتحيه خاصه لتلفزيون القناه والاسره القائمين على برنامج المصري. الله يخليك. وبنرحب بالاستاذ طارق هاشم، رئيس مجلس اداره جريده جمهور بورسعيد. اهلا بيك معنا كابتن. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين جميعا. يعني الأمور اللي بتفرض نفسها في البداية كابتن عباس، يعني هناك من يرى أن بورسعيد تحولت إلى ثكنة عسكرية. يعني الأمور تفاقمت بشكل صعب الأيام الماضية، حالة من الاحتقان وربما حالة من الهوس كادت أن تجتاح الجميع. تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي بداية أعزي أسرة الشهيد بلال محفوظ، طفل بورسعيد، ولا أملك إلا أن أقول كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا بلال لمحزونون، اللهم أجلنا في مصيبتي واخلفني خير منها. إذا كان بورسعيد هتحول لسكنة عسكرية، فأنا أعتقد إن ما حدث يعني دفع جموع الجماهير اللي خرجت لتعلن عن غضبها أمام قرار مجحف وظالم. هذا القرار إذا كان يقال من اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة أنه قرار مدروس، أنا بقول من موقع هذا القرار غير مدروس تماما، وما حدث هو إجحاف وظلم لشعب بورسعيد. ولو إني لا أؤيد إن احنا نخرج في شكل يعني نحطم مواردنا وشريان الحياة بالنسبة لمصر، وهو قناة السويس. أجدادنا دافعوا عن قناة السويس، حاليا نحن أحفادهم لابد أن نحافظ على قناة السويس. ولكن كان كل من حاول أن يستثمر هذا الأمر في أن يضع جمهور بورسعيد في موضع المخطئ، أنا بقول له لا وألف لا، لأن ما خرج من جمهور بورسعيد خرج ليعلن وقفة سلمية، ونادوا بأنها سلمية، ولكنها كمثل الوقفات اللي خرجت في جميع أنحاء الجمهورية اعتراضا على هذا القرار. كون أنه يزج باسم بورسعيد في هذا الحدث أنا يعني لا أقبله تماما. وما يثبت ذلك ما تم القبض عليهم من خارج أبناء بورسعيد، وهم عددهم 15، زادوا النهاردة 16، تحولوا للمحكمة العسكرية في إسماعيلية. تم القبض عليهم، خد كل واحد فيهم 15 يوم. وظهر ده ازاي؟ ان كل من اصيب في مقدمة هذه الاحداث ذهب الى مستشفى بورسعيد لتلقي العلاج، ثم رفض ان يثبت اسمه في دفاتر الاحوال بمستشفى بورسعيد. هنا تيقن الاخرين وخصوصا القائمين على الحراسات في هيئة قناة السويس انها مؤامرة مدبرة ممنهجة تحدث على أرض بورسعيد للمرة الثانية على التوالي، مثلما حدث في استاد بورسعيد. حدثت هذه المؤامرة أمام مبنى هيئة قناة السويس. بقول لكل من يسعى لهذا الأمر اتق الله. بورسعيد بلد حرة، بورسعيد بلد باسلة، بورسعيد دفعت عن قناة السويس وعن نفسها أمام عدوان ثلاثي، وجديرة أنها تدافع أمام كل من تسول له نفسه أن يمد يده يد طاغية، يد طاعنة في ذمة شباب بورسعيد. بالتأكيد. يعني أستاذ طارق، هناك من يرى أن مسألة
كونهم فعلا مثبت ان هم اللي اثاروا هذا الشغب مش من ابناء بورسعيد، ولكن ايضا ماذا عن جمهور النادي المصري وبالتحديد التراس جرين ايجلز؟ بالنسبه يعني الاوضاع دي كلها، يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. قبل الاوضاع دي ما تحصل ب10 ايام فوجئنا كاهالي بورسعيد ببيان صادر في الشارع البورسعيدي. بيان خطير جدا، واحنا كلنا ما عرفناش عنه حاجه الا يمكن بعد الاحداث دي. أيوة. البيان ده صدر او اتوزع في الشوارع، وكان بيدعي الناس والتجار والبائعين والعاملين والكلام ده كله اللي هم، خد بالي بقى حضرتك، ان يعني ينزلوا يقتحموا هيئه قناه السويس، وكان نازل باسم تجار وعمال وبائعين بورسعيد. ده اول ما نزل. بعدها مباشره نزل بيان تاني من تجار وائتلاف بورسعيد بينفم البيان الاولاني، وان ده مش على لساننا وان ده مش بتاعنا. ده البيان حضرتك، ده البيان اللي هو النفي. يعني هل في ايدي خفيه بتلعب في بورسعيد؟ ده مستند اهو، ده البيان وعليه تاريخ وعلى رقم تليفون كمان. ائتلاف التجار، ائتلاف التجار دول بينفم البيان الاولاني. البيان الاولاني حضرتك اهو ما فيهوش رقم تليفون، ده ما فيهوش حاجه خالص. ده نزل مجهول يعني، ده نزل في الحميدي والتجاري والمنشيه وبالفؤاد. طب كان رد فعل البورسعيديه تجاهه ايه؟ انا هقول لحضرتك واحده واحده. دول الاثنين البيان ده نفي والبيان ده تاكيد. ايوه حضرتك. أيوة. الحاجه الثانيه لما تم القبض، يعني هل تم الابلاغ عن مثل هذه البيانات؟ لمين؟ مين؟ للحاكم العسكري في بورسعيد. ما فيش. ان اقول لحضرتك على حاجه. النهارده مدير الامن النهارده ما حدش بيعمل حاجه. ازاي بقى؟ زي الناس. يعني النهارده بيان زي ده بيتوزع في البلد، ما 90% بيبقى موجود عند الناس المسؤوله. يعني هو هيتوزع في البلد كده، ما فيش حد موجود، ما فيش مباحث، ما فيش شرطه، ما فيش قوات مسلحه. 90% بيروح لهم حاجه زي كده. ما فيش حاجه بتوزع في اي مكان الا بتبقى معروفه. اذا كان في استعداد طبعا لهذه الهجمه الشرسه. ما هو بص حضرتك البيان ده بيقول لك ايه؟ يوم كام بقى؟ الاربعاء الموافق 8/2 اهو التاريخ موجود، الساعه 8 صباحا امام هيئه قناه السويس واحتلالها مباشره، مطالبين بجميع 8/2 ولا 8/3؟ بص حضرتك 8/2 ده من بعد الكارثه على طول يعني الكارثه يوم واحد، ده 8/2 طلع. تمام. بيقول ايه كمان؟ الاحتلال، وخد بالك ونمنع الرحلات تخش التابعه لجميع شركات مصر، والتعدي على الخطوط المؤديه الى بورسعيد. حاجات خطيره جدا. ازاي ده يتوزع في البلد؟ ماشي. وازاي حضرتك؟ اما بعد تفاقم الاحداث اتفاجئنا ان يعني ربما هذا المخطط هو اللي بيتم تنفيذه. انا بقول لحضرتك اهو، يعني منع كمان عمال هيئه الاستثمار من الدخول. يعني ده بعد الموضوع بالظبط. انا يعني هسرد لحضرتك بس. وده البيان اللي ائتلاف التجار طلعوه ونفوا الكلام ده. بناء عليه الناس يعني يوم الجمعه يا كابتن عباس لما طلعوا في المظاهره بعد الصلاه، اولا هم كانوا طالعين محتاجين على حاجه واحده. ايه هي؟ ما كانش لسه القرارات ظهرت. بالظبط، القرارات ظهرت مساء بالليل. هم كانوا معترضين على احد البرامج التلفزيونيه والمذيع اللي اثار الفتنه واللي اثار التحريض والكلام ده اللي بقوله على مسؤوليه الشخصيه بعيد عن كل حرج. اثار الفتنه والتحريض بين اهالي مصر وبين اهالي بورسعيد. لما يستضيف النهارده اسر شهداء من بورسعيد واسر شهداء من مصر، ويبقى السباب في الاعلام على الهواء مباشره لاهالي بورسعيد، يعني حتى لو كان في نفوس بدات تهدأ الى حد ما او تشعر ان بورسعيد كانت ضحيه من ضمن الضحايا وهي مسرح للجريمه، مش مخلين حتى في فرصه لهذا الاحساس. انا بقول لحضرتك سباب على مستوى يعني على مستوى الشاشه على الاعلام. فين بقى وزير الاعلام؟ فين كمال الجنزوري؟ فين المشير طنطاوي؟ يعني من كل هذا الكلام يوم الجمعه فيوم الجمعه صبرنا كان عشان خاطر هذا البرنامج. بالليل بقى لما صدر القرارات بتاعت عقوبات النادي المصري، بدأوا يتجمعوا تاني، وبدأوا ينزلوا الشارع تاني، وبدأوا يمشوا وماشيين في الشوارع وسلميه ما بيكسروش حاجه. وصلوا لغايه هناك في دبابات واقفه وفي عساكر امن، ودول اخواتنا، القوات المسلحه دول اخواتنا قدام هيئه قناه السويس اللي هو ايه في يعني في قلب اللي هو في قلب بورسعيد. واخد بال حضرتك؟ راحوا هناك ناس. النهارده لقينا ناس غريبه جدا. عمر البورسعيديه ما يعرفوا مولوتوف. عمر البورسعيديه ما شفناهم بيلقوا مولوتوف، واحد لابس شورت زي اللي بنشوفه محمد محمود واللي بنشوفه في مجلس الوزراء كابتن عباس والكلام ده كله. عمرنا في حياتنا ما شفنا الاشكال دي. فوجئنا لقينا اشكال غريبه. بقت الناس اللي هم البورسعيديه اللي واقفين يا كابتن بقوا يجروا ويحوشوا العيال ديت ويحوشوا الكلام ده، وبقوا يمنعوا الكلام ده. الشهيد بلال مات ازاي؟
انا بصراحه ما اعرفش هو مات ازاي، بس هو بطلق ناري. هذا تقرير بعد اذنك. اتفضل يا كابتن عباس. اولا ده ترخيص، ده تصريح بالدفن. ايوه الله يرحمه. الله يرحمه. التقرير لبلال الله يرحمه مكتوب الآتي: إصابة المذكور بالسالف ذكره بطلق ناري نتج عنه فتحة دخول ضيقة الشكل، أبعادها حوالي 3/4 في نص سنتي. دخلت من البطن من الجانب الايمن، من البطن من الجانب الايمن، وخرجت. ده التقرير الطبي بيقول من هذا البطن. التقرير لا وده وكيل نيابه. يعني الايام الماضيه اللي ترددت الاقاويل ان من الظهر وخرجت من البطن. لا اقول لحضرتك حاجه. هو المكتوب اهو قدامنا اهو ان الطلقه، ونقول ونقرا مع بعض. مش مكتوب من الظهر في التقرير او في الوش. مش مكتوب. هو التقرير ان هو مضروب، يعني الرصاصه دخلت من البطن، ومكتوب اهو انها اثرت على الاحشاء الباطنيه ونزيف دموي ادى الى هبوط في الدوره الدمويه والتنفسيه. وبعد كده جابوا الطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي كتب ان هي الفتحه بيضاويه الشكل، ابعادها من 3/4 في نص سنتي، ومن مقدمه البطن، وفتحه خرجت من ايه، من يسار البطن. ما قالش من الظاهر او من هو يمكن ليه انا بس حابه نستوضح والمشاهدين يستوضحوا هذه الامور، لان والد بلال الله يرحمه قدم بلاغ للنائب العام ضد الحاكم العسكري في بورسعيد، يتهمه يعني هو ان بحاله الوفاه. السبب. وهناك من يرى، يعني اعتقد ان برضو ترددت انباء ان طرف ثالث هو اللي وراء هذه الوفاه. استاذن حضرتك بس بعد اذنك، يعني اي روح، واحنا اتفقنا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيدفنوا كافر قام وقف وقال الا تكون نفس. هل يعقل ان بعد وفاه بلال رحمه الله عليه واستشهاده، اللقطات اللي معانا بس على الشاشه يا كابتن، ده اثناء تشييع جنازه الله يرحمه رحمه الله عليه، ان يخرج علينا احد الساده اعضاء الفتنه، والفتنه اشد من القتل، هذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يخرج ويقول بورسعيد كلها خرجت النهارده عشان تودع شاب من شبابها، والموت دقتم الموت، يعني شفتوا الوجع، وجعكم، ثم يكتب من جماهير مصر اللي بتدعي ان هم اصحاب المبادئ والقيم والاخلاق ان كلب مات لسه 74. من يقول هذا؟ انا بعد اذن حضرتك انا عايز اقول حاجه بس بعد اذنك، يعني لو سمحتي. احنا وقفنا كتير وانا قلت الكلام ده قبل كده. صندوق النقد الدولي، احتياطي صندوق النقد الدولي لمصر، قرأت خبر اول امس 8.4 الان. قبل الثوره كنا 32 مليار. بعد ما خلصنا الثوره كنا احتياطي النقد بالظبط، احتياطي النقد الدولي كنا 26.8. في حكمه خطيره جدا بتقول ان الانسان يستطيع انه يشتري ساعة بديلا اللي فقدها، ولكن لا يستطيع ان يشتري الوقت المفقود. هذا الوقت المفقود اللي احنا بنضيعه حاليا دلوقتي بالظبط مصر اولى بيه. ثم هقول لحضرتك حاجة، وده ختام بالنسبة للكورة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم